تاني تشانغ ملك الدمار. تخيل ده بيموت في حياته اللي قبل كده وبيرجع يعيش تاني بس في عالم جديد، وبيكتسب قوة خارقة وبيصبح المعلم الامبراطوري والحاكم للعالم الجديد. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل مع رين؟ ده اللي هنشوفه في القسم ده. بتبدأ الحكاية بتاعتنا بجانج، الشاب السيد لعائلة جانج. هو قاعد بيعيط قدام قبر أجداده وبيقول لهم لو لسه فعلا فيك روح يا ريت تساعدوا عائلة جانج اللي في خطر والأرواح الشيطانية هتدمرها. هو السيد الشاب اللي عائلة ليه ده بقى الند بتاع بطلنا، وبيتريق عليه وبيحاول يستفزه وبيقول له قريب جدا المكان ده كله هيبقى بتاعنا، بس ما قلتليش ايه الهبل اللي انتوا عاملينه ده؟ معلقين النعش كده ليه؟ ويا دوبك ليه بيخلص كلامه قبل ما بينطق كلمة تانية فجأة النعش بيقع عليه وبيقتله. وهنا رجالة ليه بيكونوا مصدومين، ازاي شخص في قوة وثقل ليه يموت بالسهولة دي؟ بيفتكروا ان ممكن يكون في كنز في النعش وده اللي كان سبب في موت سيدهم، وبيقرروا يفتحوه. ولسه هيعملوا كده فجأة بيظهر البطل بتاعنا رين تشانغ من النعش، وقتها بيهجموا عليه وبيفتكروه حرامي قبور، لكن بضربة واحدة من بطلنا بيطيرهم كلهم. وهنا بيتحمس واحد من رجالة ليه وبيستهون بقوة تشانغ فبيهاجمه بكل قوته وبيستخدم قوة جسد كنز شوان، لكن بطلنا بيقدر يصد ضربته وبيكسر ايده كمان، وبيمتص كنز شوان ينغ وبعدها على طول بيضربه وبيلزقه في الحيطة وبيمتص كل القوة اللي عنده، وبيقول اخيرا بقى عندي شوية قوة سحرية رغم انها مش حاجة جنب قوتي البحرية الجبارة. اول ما جيانج بيشوف اللي عمله تشانغ بيقول لنفسه هو ده، وعلى طول بيترجاه ينقذ عائلة جيانج. هو فاكر ان صلواته استجابت وان بطلنا ده واحد من اجداده اللي دبت فيهم الروح بس عشان ينقذوه هو وعيلته، لكن تشانغ بيقول له للاسف انا مش من اجداد عائلة جيانج. وهنا جيانج ما بيصدقوش وبيقول له ازاي بس انت مش من اجداد العيلة دي؟ وما صحيت ازاي في قبر عائلة جيانج؟ وقتها تشانغ بيقول له انا كمان مش فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي انت بتقوله عن اجدادك. فبيرد جيانج وبيقول له عائلة جيانج بترجع لجدنا الاكبر جيانج لي، هو امبراطور اسطوري لجيل عائلة جيانج. وانا بفتكر تشانغ ان جيانج لي هو اللي حطه في التابوت علشان جسمه يرتاح لسنين طويله. بيبص لنفسه وبيقول في سره بس واضح ان في مشكله في جسمي، قوه الين والانغ اتدمرت. وفجاه بطلنا بيكح دم، وهنا بيقول واضح ان قوتي البحريه الجباره اختفت. مش بس كده، كل الاورده السماويه السبعه الفوضويه اللي في جسمي اتكسرت، حتى خطوط الطول بتاعتي اتدمروا. يا ترى مين اللي عمل ده؟ يقصد طبعا ان قوته كلها اختفت ومبقاش لها وجود. وبيرجع جيانج يطلب منه من جديد انه يساعد العيله، وبيقول له تشانغ انا اسمي رين مش من عيله جيانج، وبيطلب منه ياخده معاه لعيله جيانج عشان يجيب حاجه. بيروحوا في الطريق بيقابلوا جيانغشي المعروفه انها اجمل بنت في المدينه وبنت الزعيم لعائله السيد شيرا. وقتها جيانج بيقول لها ان تشانغ يقدر يحل مشكله العيله، لكن جيانغشي بتلاحظ ان خطوط الطول عند تشانغ مكسوره، فبتقول وهي بتتريق يعني هو ده اللي هيقدر يحل مشاكل العيله. بتفتكر ان تشانغ مجرد كذاب وبيحاول يخدع جيانج. وقتها جيانج بيفهمها ان تشانغ قدر يهزم ليه، فبتنصدم جيانغشي وبتقول له انت متاكد؟ اللي انا عارفاه ان ليه عنده جسم كنز شوان يانغ. وبتقرر تختبر قوه تشانغ بنفسها وبتستخدم قوه التلج، ولسه هتضربه بتتفاجئ انه مسك ايديها. ومش بس كده، ده كمان بيمتص قوه الجليد اللي عندها. فبتتفاجئ جيانغشي وبتقول لنفسها انا حتى ما شفتش حركته ابدا، وعلى طول بتعتذر له. فبقول لها تشانغ القوه اللي انت استخدمتها دلوقتي قوه بحريه جباره. بتحاول جيانغشي تضربه من تاني، فبيستخدم تشانغ كنز شوان يانغ. وقتها جيانغشي بتقول له ده مش حاجه قدام جسم شوان بينج اللي عندي، لكن على مين؟ بيقدر تشانغ انه يكسر قوه كنز شوان بينج. فبترجع تحاول جيانغشي للمره الثالثه، لكن تشانغ بيمتص قوتها وبيقول لنفسه واضح ان قوات البحريه الجباره منتشره في العالم كله. قوه جسم الرهبان دول خلت عندهم قوه لياقه بدنيه. في الوقت ده بتكون جيانغشي متفاجئه ومصدومه على الاخر، وبتقول بينها وبين نفسها هو ده خبير ولا ايه؟ وهنا بتركع قدام بطلنا وبتعتذر له، بتطلب منه ينقذ عائله جيانغ. وفجاه بيشوفوا دخان اسود لروح شيطانيه خارج من الكهف، فبيقرروا يروحوا لهناك. في الوقت ده بيكونوا الكل مصدومين، وبيقول لإير العم التاني واخو زعيم طائفه جيانغ الارواح الشريره في الكهف بقت اخطر من قبل كده، وبسببهم راح 4 تانيين من عيله جيانغ. وقتها اخو السيد شير زعيم عيله جيانغ بيقول انا عامل الوحيد في الطوي داو تشانغ. فبقول لإير بس هو بقاله 3 ايام و3 ليالي ومفيش اي حاجه حصلت. فبقول له شير ما تقلقش، هو معروف انه محترف في المجال ده من 40 سنه، تلاقيه بس بيشوف كويس اللي بيحصل علشان يقدر يعمل حاجه. في الوقت ده بتوصل جيانغشي وبتقول لباباها انا عارفه كل حاجه وعندي حل للمشكله دي. فبقول لها شير عيلتنا بتعاني من مشكله كبيره ملهاش حل. وانا جيانغشي بتقدم تشانغ وبيغضب الطوي ده وبيقول لهم انتوا جايين توجعوا دماغي؟ انتوا عايزين اتخلص من الارواح الشريره دي ولا امشي؟ بس هنا بيعتذر له شير، وعلى طول بيبدا داو يحط التعويذه، وتشانغ واقف بيبص على القوه الشريره اللي خارجه من الكهف وبيقول دي قوه الشيطان القرد.
فبيحاول داو يبعده والكل بيحاولوا يحذروه، لكن تشانغ بيقول لهم انا اقدر اقتل الروح الشريره دي من غير الراجل العجوز ده. فبيغضب داو جدا، وهنا بنشوف جيانغشي بتعرف بطلنا للكل وبتقول لهم ده اسمه رين تشانغ، هو خبير وجه مخصوص علشان عيله جيانغ. فبقول لها اير عمها التاني ده حته عيل صغير هيعمل ايه؟ فبتقول له جيانغشي ده ما طلبش مني اي مقابل، هيكذب ليه؟ وقتها اير بيقول لها الطاوي داو طلب ال1000 الاحجار الروحيه. وفجأة بتخرج الروح الشريرة وبتصرخ في وش تشانغ. في اللحظة دي داو بيستخدم قوته وبيعمل تشكيل قمع الشياطين، لكن بيستنى وبيقول لنفسه انا لازم استنى شوية، خلينا اشوف اللحظة بمناسبة، وهو حتى نشوف الشاب ده هيقدر يتعامل معاه ولا لا عشان اعرف قيمته. فبيتضايق الكل ان داو مستني، فبيضطر يفعل الختم وبيضرب شيطان القرد وبيحصل انفجار كبير جدا. وانا بيفرح بيفتكر انه دمر الروح الشريرة، لكن بيتفاجئ بتشانغ وراه وبيقول له ختم قمع الشياطين اللي عملته ولا له اي لازمة. فبنصدم داو وبيقول لنفسه ازاي الشاب ده ما حصلوش اي حاجه. وانا داو بيقول انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقمع الشيطان من عقود ومشهور بقمع الشياطين في العالم. بقول له تشانغ انت مجرد جاهل بيستخدم ختم قمع الشياطين الغلط، شكلك محتاج تتعلم ازاي تستخدم الختم الحقيقي لقمع الشياطين. فبيتضايق داو لسه هيضرب تشانغ، فبيظهر شيطان القرد تاني. فبنصدم داو وبيقول ازاي الروح الشريره لسه موجوده، وبيحاول يستخدم تعويذ تانيه، لكن شيطان القرد بيغضب اكتر وبيظهر بهيئته الجباره وبينشر قوته الشريره في كل مكان، فبيخاف الكل. وهنا العم اير بيخاف وبيكون عايز ينفد بجلده. في الوقت ده تشانغ بيقرب من شيطان القرد، فبيقول لاير هو الراجل ده مجنون، ازاي هيقاتل الشيطان القرد؟ في نفس الوقت داو بيقول له انت فاكر ان شيطان القرد دي حاجه سهله انك تتعامل معاها؟ وبيغضب داو وبيقول انا الطاوي اللي مشهور من سنين، جاي حته عيل مبتدئ عايز يعلمني الادب ويعلم عليا وريني ازاي تتخلص من روح الشريره. وقتها بيستخدم تشانغ ختم قمع الشياطين الحقيقي، وبيتفاجئ الكل وبيتريقوا وبيقول ده كذاب، ده مش ختم قمع الشياطين. لكن داو فبينصدم وبيصدق تشانغ وبيقول للكل اخرسوا ده الشكل الحقيقي، بيقدر تشانغ بقوته يقمع الشيطان. فبينصدم داو وبيقول قدر يقمع الشيطان بسهوله واستخدم ختم قمع الشياطين الحقيقي. فجأة بيفك الشيطان القرد الختم، فبيخاف الكل وبيقولوا الروح الشريره اقوى مما كنا متخيلين، حتى الكهنه الطاويين ما قدروش يقمعوها، فازاي عيل زي ده هيقدر يقمعه؟ وفجأة الشيطان قوته بتزيد ومش بيظهر بشكله كشيطان قرد شرير. وانا داو بيجري على شير وبيقول له ده شيطان قرد، انا مش هقدر اعمل له اي حاجه ولازم امشي. وفجأة تشانغ بيستخدم 5 من اختام قمع الشياطين، ومصدم داو اكتر بيقول ده انا لسه ما كملتش واحد حتى، ومفيش حد بيقدر يكون الا ختم سحر واحد. لكن تشانغ فبيفاجئوه وبيستخدم كذا ختم وبيضرب شيطان القرد وبيخلص عليه. وبيتفاجئ شير وبيقول الراجل ده قوي جدا، وبيجري داو يركع قدام تشانغ وبيطلب منه يقبله كتلميذ. وقتها تشانغ فبيقول لي جيانغشي تعالي معايا، انا لازم ادخل الكهف واقطع جذور الشيطان الاصلي. وفي الكهف جيانغشي بتقول له في يوم من الايام الكهف ده كان المكان اللي وصل فيه اجداد عيله جيانغ للتنوير، لكن حصلت مشاكل كتيره جدا فيها وما عادش حد بيدخله تاني. بوصلوا لمكان القرد الشيطاني، فبيقول تشانغ هديك فرصه عشان تظهر نفسك، وبيدوس برجله فبيظهر ختم وبيظهر شيطان القرد مقيد بسلاسل. وبيتفاجئ شيطان القرد وبيقول ازاي عرفت ان انا هنا؟ وبتتصدم جيانغشي ان شيطان القرد حد مقيد بختم جوه الكهف، وبتخاف يكسر الختم ويدمر كل حاجه. وقتها شيطان القرد بيقول التشكيل ده سري جدا، ازاي عرفته؟ ودارين بيطلب من جيانغشي تسلفه قوتها وبيقول لها اضربيني باقوى حركه في جسمك. فبتستخدم جيانغشي قوه عالم التجمد. بيقول تشانغ القوه الملكيه دي كفايه عشان اخلص عليه. بيجم شيطان القرد بكل قوه على تشانغ عشان يخلص عليه، لكن بحركه واحده من ايد تشانغ بيقيد الشيطان بسلاسل جليد. بيقول له لو قاومت تاني انا هقتلك. بيقول له شيطان القرد انت مين وازاي عرفت ختم جيانغ؟ محدش يقدر يعرف التشكيل ده ولا حتى احفاد عائله جيانغ. بيرد تشانغ وبيقول له انت جبت قوه يوان شيطان الدم النقي منين؟ ويتفاجئ شيطان القرد وبيقول حتى دي عارفها، انا بعد ما خدت قوه بحريه جباره اتولدت كشيطان وعشت في المكان ده وقعدت 3000 سنه جواه وشفت عجائب ملهاش نهايه، وبدات الزراعه الخالده وبقى عندي طاقه خاصه بتتمتع بكل انواع القدرات الفائقه اللي كان بيمارسها عدد كبير جدا من الرهبان. وفي العصر ده اترقيت لشيطان الدم النقي يوان. وده تشانغ بيقول وبعدين واضح ان قوتي البحريه الجباره انتشرت وقدر يبلعها ويستوعبها عدد كبير جدا من الرهبان والنباتات والاشجار. وعلى طول بيسال جيانغشي لو تعرف ده حصل امتى بالظبط، فبتقول له انها ما سمعتش عن حاجه زي دي. فبقول لها شيطان القرد القوه دي انتشرت في الكون ومنه للعالم كله، وده بيحصل مره واحده كل عقود او مئات السنين. فبقول له تشانغ انت ازاي محبوس هنا وتعرف كل ده عن العالم الخارجي؟ في الوقت ده بيحاول شيطان القرد يخدع بطلنا، بيفضل يماطل لحد ما بيكسر الختم وبيقول من الاف السنين قيدوني هنا وجه الوقت عشان اخرج. وبيقرب من جيانغشي فبتخاف. قوه شيطان القرد بتكون جباره جدا لدرجه انها بتخلي جيانغشي مش قادره تتحرك، حتى تاثيرها بيخرج بره الكهف.
بنصدم الكل وبيقولوا الشاب ده ما قدرش يقمع الشيطان القرد، واضح ان هو بدل ما يحل المشكله هيعقدها اكتر واطلق سراح شيطان القرد. كده عيله جانغ هتنتهي تماما. وبيسخن ايرين الموضوع اكتر وبيقول مجرد ما يخرج الشيطان القرد هيدمر المدينه كلها. يا ترى تشانغ عمل ايه جوه؟ ونرجع تاني للشيطان القرد اللي في الوقت ده بيحاول يدمر القوه الروحيه لتشانغ، لكنه بيتفاجئ ان مفيش حاجه بتحصل. وهنا بيقول له انت اصلا ما عندكش قوه روحيه والدانتان بتاعتك اتدمرت وبحر النجوم عندك اتسمم. وانا بيكون تشانغ جاب اخره من شيطان القرد وبيستعد علشان يضربه، وبيضربه ضربه قويه جدا لدرجه ان شيطان القرد بيبدا يصغر في الحجم. وان تشانغ بيطلب من جانغشي تديله جسمها، بيمسك تشانغ ايديها ويمتص قوتها وبيضربه شيطان القرد لحد ما بيختفي تماما وقوته بتظهر في بلوره بيمتصها تشانغ. وبيقول القوه البحريه الجباره اللي موجوده في الجسم ده اكتر من 100 مره مما كنت فاكر. واضح ان جانغ لي هو اللي كان قاصد يسيبه هنا عشان اقدر اجدد قوتي الملكيه، بس الدانتان بتاعي مكسور، مش هقدر احتفظ باي قوه ملكيه في جسمي، لازم اصلح الدانتان الاول. في الوقت ده جانغشي بتكون لسه متفاجئه ومش فاكره تصدق انه خلاص خلص على الشيطان القرد بسرعه، وبتقول له هو احنا كده خلاص قضينا عليه؟ وبقول لها تشانغ ايوه. وبقول لنفسه واضح ان جانغ لي مش بس سايب لي القوه الروحيه الملكيه، ده كمان ساب لي عيله جانغ ولازم احميها. وبره الكهف بنشوف العم اير لسه بيحاول يقوم الموضوع ضد تشانغ، لكن السيد شير بيسكته. فبقول له اير انا بفكر في عيله جانغ زيك، انت عايزنا نستنى لما الشيطان القرد يخرج ويموت الكل؟ خلونا نهرب من هنا، انا اروح اشوف ابني جانغ يون خرج من عزلته ولا لا واطمن لا يكون اتاثر. وبقول لنفسه خليكوا عشان تموتوا هنا عشان تبقوا تقفوا مع تشانغ اللي ما بيقدرش يعمل اي حاجه، وساعتها ابني هيبقى الكل في الكل وهيبقى رئيس عائله جانغ. لكن فجاه بيخرج تشانغ وجانغشي، وانا جانغشي بتبلغهم انهم خلصوا على شيطان القرد تماما. وقتها ده وبيقول لنفسه رغم ان زراعه السيد تشانغ باينه عاديه بس روحه مرعبه جدا، ازاي كده؟ وده معناه ان محدش هيقدر يستفز الشخص ده ابدا. وبيجري شير ينحني قدام تشانغ وبيقول له ارجوك اقبل احترامي، لو عندك اي طلبات اطلب وانا هلبيها ليك. فبيرد الشنغ وبيقول له انا عايز حاجه واحده بس من عائله جانغ، انا عايز الحاجات اللي سابها اجداد العيله. فبقول له السيد شير كل الحاجات دي في معبد جانغ بس مش سهل ابدا تاخدها. وفي نفس الوقت ده وبيستأذن عشان يرجع تيانمان، ودي اسم بلد. ومنحنى قدام تشانغ وبيقول له وقت ما تيجي تيانمان اكيد هيكون ليك مكان، انت بس عرفني وانا هوجب معاك. بعد كده شير بياخد تشانغ قاعة الاجداد لعائله جانغ واللي فيها الحاجات اللي سابها الجد الاكبر جانغ ليه. فبيغضب ايرو وبيقول مش معقول ابدا ان حد غريب يدخل قاعة ثروات عائله جانغ. بقول له شير بس ده مش غريب. وبيوري تشانغ صندوق سابه الجد الاكبر جانغ ليه وبيقول له من كام سنه عيله جانغ استخدمت اساليب كتير، وحاول ناس كتير قوي يفتحوا الصندوق ده بس ما قدروش. فبيفهم تشانغ ان الصندوق معمول علشان هو بس اللي يفتحه. وقتها العم اير بيرفض ان تشانغ يقرب من الصندوق وبيقول ده تراث عائله جانغ ممنوع تلمسه. بيقول لنفسه الكنز ده اللي سابه الاجداد لازم يكون لابن يون. فبيغضب شير وبيقول له اسكت، لولا تشانغ عيله جانغ ما كانتش هتبقى موجوده اصلا. في الوقت ده بيوصل حد وبيندع عليهم وبيقول عيله جانغ اخرجوا لي هنا. فبيخرج شير وبيقول مين اللي عنده الجرأه ان يتكلم بالوقاحه دي؟ وبيظهر انه رئيس عائله ليه جاي ينتقم لموت ابنه، وبيزعق وبيقول لهم ابني مات في مقبره عيله جانغ، مين اللي عمل ده؟ ولو ما سلمتوش الراجل اللي قتل ابني هدمركم كلكم. في اللحظه دي اير بيقول لجانغ انت مش رحت تزور المقبره يبقى اكيد انت عارف مين اللي قتل ابنه، انت فاهم يعني ايه ابن عيله ليه يموت؟ ده هيعمل لنا مشاكل كبيره جدا. فبقول له جانغ انا اللي قتلته، لو عندك حاجه عشان تعملها انا قدامك اهو، الموضوع ده ملوش علاقه بعيله جانغ. وقتها العم اير بيتوتر وبيقول ايه اللي بتقوله ده؟ انت كده هتودي عائله جانغ في داهيه. وهنا والد ليه بيزعق اكتر وبيزعق لجانغ وبيقول ازاي ابني يموت على ايد واحد زباله زيك ما يستحقش حتى يبقى خصمه، انت فاكرني غبي؟ وبيستخدم قوته وبيحاول يضرب جانغ وهو بيقول له هدمر جسمك. فبيغضب جانغ وبيقول ازاي تتجرأ وتغلط في عائله جانغ، وبيقول لنفسه حتى لو مت مش هقدر اخون تشانغ، كفايه انه بيحمي عيلتي. تظهر جانغشي بيستخدم قوتها عشان تصد الضربه. في اللحظه دي ضربه زعيم عيله ليه بتكون قويه جدا لدرجه انها بتضغط على الكل ومش بيقدروا يتحركوا. بنشوف هنا بطلنا وبيضرب زعيم عائله ليه اللي شايف نفسه عليهم، بيضربه بالقلم. فبيغضب سيد عائله ليه وقتها تشانغ بيقول انت مش بتسال مين اللي قتل ليه، هو انا اللي قتلته. وانصدم العم اير وانا جانج بيقول له تشانغ فعلا اللي قتله بس ليه هو اللي ضربه الاول. وقتها سيد عائله ليه وبكل قوه بيقول اخيرا عرفت مين اللي قتل ابني. في اللحظه دي شير بيستعد وبيظهر حواليه هاله كبيره جدا من القوه، لكن اير بيحاول يوقفه وبيقول له تشانغ اللي قتل ليه، يعني احنا مالناش دعوه وده مالوش علاقه بعائله جانج. وبيضربه شير بالقلم على وشه وبيبعده وبيقول له ازاي تتجرأ وتغلط في الشخص اللي انقذ عائله جانج، لو لمسته انا هفضل وراك لحد الموت. فبيتفاجئ سيد عائله ليه وعلى طول السيد شير بيأمر رجالته يستعدوا، وهنا اخو اير بيحاول يمنعه من تاني.
وبيقول له ان ده هيدمر العيله، لكن شير ولا بيهمه. ومن الناحيه التانيه سيد عائله ليه بيهدده وبيقول له يعني انت متاكد انك عايز تحميه حتى لو هتدمر العيله كلها؟ تمام جدا، خلينا نتقابل بكره في معركه حياه او موت، والسيد الشاب لكل عيله هيتقاتلوا في الحلبه، واللي هيخسر هيخرج بره المدينه خالص. فبيخاف ايرو وبيقول لاخوه انت لازم تتراجع عن اللي قلته، عيله جيانج هي الاهم. لكن برضه شير بيفضل راجل للاخر وبيرفض. وفي الطريق ليه فانغ ابن سيد عائله ليه الثاني بيقول لابوه انت ليه ما خلصتش عليهم؟ بيقول له سيد عائله ليه انت نسيت ان عندهم كنوز، ورغم انهم عيله ضعيفه بس في حاجات كتير سبق امبراطورهم وراه، ولو خلصنا عليهم هيجي غيرنا ياخدوا كل ده، لكن دلوقتي لو خسروا هيسلموا كل حاجه. بعد كده بنشوف جيانغشي بتطلب من باباها تقاتل في المعركه بكره، فبيقول لها ان شباب العيلتين هم اللي هيتقاتلوا في المعركه دي. فبيتضايق جانج وبيقول انا اللي غلطان، انا مجرد زباله وماليش اي 60 لازمه. وانا تشانغ بيقول جانج مش هيخسر بكره، انا هدربه الليله دي معايا واضمن لك انه هيفوز بكره. وبيضحك ايرو وبيقول ضحكتني قوي، شكلك كده بتهزر وبتستهبل، ازاي جانج هيقدر يفوز على ليه وفي يوم واحد بس؟ عيلتنا هتتدمر كلها بسببك. وقتها جانج وبكل ثقه في تشانغ بيقول انا متاكد ان تشانغ قدها، وبيصدقوا السيد شير وكمان جيانغشي. وهنا بيستغل تشانغ الفرصه وبيطلب منهم يفتحوا الصندوق. مجرد ما بيفتح تشانغ الصندوق بيظهر ضوء قوي جدا بيضرب الارض، وهنا بيصطاد اير في الماء العكره وبيقول لهم ابن يون خرج اهو من العزله واخيرا وصل لمستوى التحليق في السماء، ايه رايكم ابني ياخد مكان جانج في المعركه؟ في نفس الوقت بيفكر ان دي هتبقى فرصه عظيمه ليه عشان ياخد منصب السيد الشاب لعائله جانج. وقتها السيد شير بيروح ليون وبيقول له انت واثق انك هتقدر تهزم فانغ؟ وبيقول له يون بكل لقم بقوتي دلوقتي مش متاكد اذا كنت هقدر اهزم فانغ ولا لا، لان بعد كل حاجه فانغ واخد ترتيب في المراكز العشره الاولى، بس لو قدرت تاخد الكنز اللي سابه الامبراطور جانغ ليه وقتها اكون متاكد ان اقدر اخلص عليه. وبقول له السيد شير بس الصندوق ده ملك السيد الشان. وانا اير بيحاول يظبط ابنه وبقول لشير هو انت هتدي الكنز لحد غريب؟ وقتها تشانغ بيسيب يون يفتح الصندوق وواثق ان ده مش هيحصل. بيروح يون عشان يفتح الصندوق لكن مش بيقدر يفتحه، والصندوق بيرميه بعيد جدا. بيقرب تشانغ من الصندوق وبيقول محدش يقدر يفتح الصندوق ده غيري، وبيفتح الصندوق فعلا وبيظهر من الصندوق هاله من القوه. بقول تشانغ لنفسه زي ما توقعت بالظبط، جانغ ليه ساعدني عشان ارجع الدنتين بتاعتي، ودي الحاجه الوحيده اللي تقدر تصلح الدنتيان اللي بايظ. جانغ ليه عمل كل ده علشان وهنا الغل بياكل فيون وعلى طول بيهجم على تشانغ، لكن بطلنا بيرميه بعيد. وبقول لنفسه دلوقتي رجعت الدنتان بتاعي، فاضل القوه البحريه الجباره. في الوقت ده اير بيتنرفز وبيقول له ازاي تضرب ابني؟ فبيظهر تشانغ قوه مرعبه فبيخاف اير وبيخضع له ومش بيتكلم بعدها خالص. بعد كده تشانغ بيقول لجانج انت عندك قوه التايكو الصيني بس انت ما تعرفش عنها اي حاجه، انا النهارده هصحى قوه التايكو الصينيه التقليديه اللي جواك واساعد عائله جانج انها ترجع وتبقى افضل عيله في العالم. في نفس الوقت بيقول بينه وبين نفسه جانج ليه انت سبت لي وحوش مخصوص عشان اقدر ارجع قوتي الروحيه، وسبت لي الحاجه اللي تقدر تصلح الدنتان بتاعتي. صحيح قوتي بملكات بحريه مختلفه عن القوه الروحيه دي، واضح انه ساعد امبراطور التناسخ وجنيه الامبراطور من فات ال5 نجوم عشان يجهزوا ليا كل حاجه عشان روحي ترجع تاني، بس هم اختفوا. يا ترى ايه اللي حصل دلوقتي؟ بعد ما رجعت تاني المره دي هاخد قوه الين واليانغ اللي في الكون، وعلى طول بنشوف تشانغ بيستخدم قوته وبيصحي قوه جيانغ، بيفكر انه لازم يعمل اللي يقدر عليه عشان يرجع قوته البحريه الجباره اللي منتشره في العالم كله. بعد كده بيتفاجئ جيانغ انه بقى اقوى بس بيكون خايف ما يكونش قوي كفايه ما يقدرش يواجه فانغ. فتشانغ بيقول له في طريقه عشان تنجح بسرعه وهي طريقه اللكمه الواحده، وبيقول له انها قويه جدا. في اليوم التاني بيستعد شير وجيانغشي وهنا بيخرج جانج فبيحس انه مفيش تغيير كبير في جانج، فبيتريق يون وبيحاول ليري يستغل الفرصه عشان ابن يون اللي قاتل ونقل منصب السيد الشاب لابن يون بكل سهوله. فبيزعل جانج وبيقول له انا ابنك انا كمان وانا قدها مش هخذل تشانغ ولا العيله. وقتها اير بيقول لابنه انت اول ما بيجي فانغ استفزه واضربه وهو هيقتلك، انت على طول لازم تبقى السيد الشاب لعيله جانج. في الوقت ده بيكون سيد عيله ليه راح اصلا للجنيه بيون عشان تساعد فانغ، عشان كده بنشوفها بتيجي التحدي معاهم. المهم لما بيوصل فانغ لحلبة المعركه وقتها يون بيتحداه بيقول له فانغ انت مش السيد الشاب لعيله جانج، لكن يون بيستفزه اكتر فبيضربه فانغ ضربه قويه جدا فبيرميه بعيد. وبعدها بيوصل جانج وبيستعد بكل قوه عشان يضرب فانغ. في نفس الوقت الجنيه بتساعد فانغ لكن بضربه واحده من جانج بيرمي فانغ بعيد فبينصدم الكل. وقتها الجنيه بيقول بتمد فانغ بقوه سحريه جباره لكن بتتفاجئ ان جانج بيضربه وبيرميه بعيد وبيفوز فبينصدم الكل اكتر. وهنا جانج بينحني وبيشكر تشانغ وعلى طول بيمتثل تشانغ القوه البحريه الجباره اللي في جسم فانغ. وبفوز عيله جانج على عيله ليه بيطلب السيد شير من السيد ليه انه يوفوا بعض وتنضم ليهم عائله ليه. ساعتها السيد ليه بيضحك وبيستهزأ بالسيد شير وبيقول له انت فاكر انك جدير بعائله جانج اصلا؟ فبيرجع شير وبيساله تاني انت ليه مش عايز توفي بوعدك؟ انت عايز تغش ولا ايه؟ في الوقت ده بيكون ليه متضايق جدا وبيقول لنفسه ولاد الاتنين مالهمش اي لازمه، واحد مات والتاني عديم الفايده، وعلى طول بيقرر يهاجم عائله جانج
بنفسه ويدمرها على الاخر، وبيحاول يمنعه الكل لكن ليه بيكون مصر على رايه. وهنا بقف قدامه بطلنا بيطلب من الجنيه بيون انها تساعده في تدمير عائله ليه، وفي المقابل هيساعدها تتخلص من كل الشرور اللي مسيطره عليها وكمان تطور من نفسها. وفعلا بتوافق الجنيه بيون وعلى طول بتدمر السيد ليه واللي معاه، وبعدها بتطلب من تشانغ انه يوفوا بعضه، فبيوعدها تشانغ انه هيوفوا بعضه لكن بعد 3 ايام. وقتها بتفتكر الجنيه ان بطلنا بيلعب بيها، فبتهاجمه لكن بيقدر بطلنا بضربه واحده انه يوقفها، وده بيفاجئ الجنيه بيون وتتسائل عن قوه تشانغ الكبيره دي. بعد كده بتطلب جانغ شي من تشانغ انه يفضل معاهم في عائله جانج، لكن تشانغ بيقول لها انه هيروح لمدينه الامبراطوره باي تشانغ، فبيطلب جانج منه ينضم ليه وفعلا بيوافق تشانغ. بعد كده بنشوف بطلنا رايح لمنجم ارض الخيل القديم واللي فيه مقبره الشيطان الغامض عشان يقدر يجيب بلورات الكريستال وينضم كتلميذ لطائفه شوانز زونج عشان يقدر يجمع كل قوته البحريه الجباره. وهناك بره المنجم بيشوف بطلنا بنت اسمها باي تشاو بتبيع عشبه الضباء، وفجاه بيحكي كام واحد عشان بتبيع بدلهم العشبه. وقتها باي بتجري منهم وبتتحامى في بطلنا اللي بيضرب الرجاله دول، والجنيه بيقوم بتتفرج على يوان وهو بيقاتل وبتقول بينها وبين نفسها غامض فعلا اللي وراه مين هو بالظبط ومنين جاي وايه اللي بيدور عليه. المهم بنرجع تاني لبطلنا اللي بيكون خلص على العيال خالص وما بيكونش قدامهم اي فرصه غير انهم يستغيثوا بعيلتهم عيله تشانغ، وعلى طول بيجي 5 من المزارعين الخالدين في عائله تشانغ، وده بيخلي الكل يخافوا وبيقولوا اكيد تشانغ في ورطه. وهنا بتحس باي بالذنب عشان هي السبب في الورطه اللي وقعت فيها تشانغ، بتحاول تدافع عنه لكن عائله تشانغ بتكبره وبتباهوا باللي هيعملوه في بطلنا. ساعتها باي بتقف قدامهم وبتستخدم علامه بوابه ين الخالده، فبيخاف ال5 مزارعين الخالدين وبيهربوا بسرعه. مش بس كده، بنشوف باي بتخرج منها هاله كبيره جدا بتمنحها بطاقه الانضمام للطائفه وعلى طول من غير ما تدور على اي بلورات كريستاليه حتى. والهاله الكبيره لباي كمان بتصحي الشيطان اللي جوه منجم ارض الخيال. وبعد كده بيجي رجاله الطائفه بيقبلوا باي كتلميذه وبياخدوها معاهم للطائفه. وهنا بتكون باي عايزه تفضل مع تشانغ لكن تشانغ بيوعدها بانه هيحصلها للطائفه قريب جدا. ويدخل بطلنا المنجم ووراه رجاله الطائفه عشان ينتقموا منه. بوصل الشيخ الثالث لعيله تشانغ لبطلنا وبيحاول يقتله بس تشانغ ما بيسيبلوش فرصه. وبعدها بيكمل تشانغ طريقه جوه المنجم وبيلاقي لوحه جداريه. ساعتها بيكون مذهول وبيقول ايه ده، هي لسه موجوده زي ما هي لحد دلوقتي؟ وامتص تشانغ طاقه اللوحه وهو بيقول المنجم ده مليان بالطاقه اللي ملهاش حدود. في الوقت ده بنشوف سيدة عيلة نانغونج معاها قلادة اليشم اللي ليها القدرة على مقاومة طاقة ألين اللي موجودة جوه المنجم. أول ما بتشوف تشانغ بترمي له القلادة وهي فاكرة إن طاقته وقوته محدودة، وبتقول له طاقة ألين مش هتقدر تقاومها أكتر من كده، خد القلادة واخرج بسرعة. فاكرها إنها بتساعده وبتنقذ حياته، ما تعرفش إنها نفسها اللي محتاجة المساعدة. بترجع تقول له يا إما كده يا إما تنضم لينا، طاقة ألين بتزيد كل ما بتتعمق أكتر جوه المنجم، لو فضلت لوحدك أكيد هتموت. وعلى طول بيهدد تشانغ واحد من رجالة نانغونج بإنه لو ما سمعش ليهم وقتها يكون ليهم تصرف تاني معاه وهيحط له حدود. وهنا بقى بطلنا ما بيهموش اي كلام من ده، بالعكس هو اللي بيحاول ينصحهم بانهم يخرجوا بره المنجم لان في شيء غريب جدا بيحصل. وبيقول لهم 4 كلمات ونركز فيهم لان الكلمات دي هيكون ليها قيمه كمان شويه. ماما بيقول لهم حواجب اللص وعيون الفئران، ايوه انت زي ما سمعت كده، لكن هم مش بيعجبهم الكلام ده وما بيهتموش لكلامه وبيفتكروا انه بيهزقهم، وده بيضايقهم جدا وبيحاول واحد منهم يرد على شتيمته. لكن تشانغ بيكمل في طريقه جوه المنجم ومش بيعبرهم نهائي. في الوقت ده تمثال الفار اللي بره المنجم بترد فيه الروح وبيصحى الفار من تاني. هو بيقول اخيرا صحيت بعد كل السنين دي، معقوله لسه في شخص يعرف الكلمات السريه؟ هي دي بقى ال4 كلمات اللي قالها تشانغ لعيله نانغون من شويه ومحدش فيهم فاهمها. في الوقت ده بنشوف كمان عيله تشانغ اللي مش بيتجمعوا الا عدد بسيط جدا من احجار الكريستال، لكنهم بيكونوا قلقانين انهم يتعمقوا اكتر جوه المنجم بسبب الطاقه الروحيه، طاقه ألين زي ما بيقولوا عليها. لكن نانغونج بتكون عندها الشجاعه اكتر وبتسبقهم للعمق. وهنا تشانغ بتاكل الغيره وبيرجع في رايه وبيقرر يكمل هو واللي معاه جوه المنجم. وبتوصل نانغونج لحد قصر الشيطان وبتكون متفاجئه انه موجود فعلا زي ما بيتقال. وعلى طول بيبدا الكل يتكلموا عن الكنز اللي موجود في قصر الشيطان، لكن كبيرهم بيحذرهم وبيقول لهم ما تفكروش كتير في اللي ممكن تاخدوه من قصر الشيطان، في ناس قبلنا كتير دخلوه وما خرجوش. وهنا نانغونج بتحاول تحمي رجاله عيله نانغونج وبتطلب منهم ما يقربوش من قصر الشيطان خالص. وتشانغ كمان بيعمل نفس الحاجه، لكن فجاه بيظهر بطلنا من العدم. ساعتها تشانغ بيقول له معقول انت لسه عايش؟ انت جيت منين فجاه كده؟ بس تشانغ ما بيردش عليه وبيكمل في طريقه وبكل هدوء ومن غير اي خوف بيدخل قصر الشيطان، والكل مذهول ومستغربين من جرأة وشجاعه تشانغ اللي مفيش زيها. بتحاول نانغونج تحذره هو كمان وبتقول له استنى انت رايح فين؟ ده قصر الشيطان اللي هتدخله ده لو مش عارف الرهبان العاديين لو حاولوا يدخلوه هيموتوا. بتحذري مين يا شيخه؟ ده انت اللي تقلع على نفسك.
بتقول الكلام ده لمين؟ لتشانغ صاحب القوه الروحيه اللي منتشره في العالم كله. المهم تشانغ بيكمل وما بيسمعلهاش وبيقول لها بس انا مش مجرد شخص عادي، وعلى طول بيدخل قصر الشيطان من غير اي تردد. اول ما تشانغ بيشوف بطلنا داخل قصر الشيطان ما حصلوش اي حاجه بيتجرأ وبيقرر يدخل هو كمان. هو متحمس وبيقول شكل كل الاهوال اللي بتتقال عن قصر الشيطان مجرد اساطير. انا تشانغ ودلوقتي بس هقدر اوصل لمكان ابعد من السماء بعد ما كل كنوز قصر الشيطان تكون ملكي. انت فعلا هتوصل بس ميت يهبل. بتقارن نفسك بمين يا مسكين؟ وبالنسبه لخليفه قصر الشيطان فهو في الاول اتبنى تحت الارض لسببين: الاول لجمع الاشياء الشريره اللي تحت الارض، والتاني لتخزين وختم القطع الاثريه. يعني القصر دايما بثابت سجن، وده يعتبر سبب لعدم خروج كل اللي يحاولوا يدخلوه ويستولوا على كنوزه. وكلهم بيدخلوا قصر الشيطان ورا تشانغ. ساعتها تشانغ بيحاول يحذرهم وبيقول لهم ده خطير جدا لازم تخرجوا بسرعه، لكنهم بيستهتروا بكلام تشانغ وبيتريقوا عليه، وده بيضايق تشانغ جدا. في الوقت ده بيلاقوا صندوق الكنز فبيفرحوا وبيجروا عليه وبيحاولوا يفتحوه. بيتحمسوا اكتر لما بيلاقوا الصندوق معمول من ماده مش عاديه، فطموحهم وطمعهم زاد وبيقولوا اكيد اللي جواه شيء غالي جدا، وبيبداوا يتخانقوا على مين اللي هيستحق الكنز اللي جواه. فبيقول تشانغ لنانغون انا لقيت الصندوق في الاول واستحق اللي فيه. فنانغون بترد وبتقول له خلينا نشوف مين الشاطر اللي هيكسب في الاخر. فتشانغ بيقاطعهم وبيقول لهم الصندوق ده بتاعي اصلا. وقتها بيقولوا انت فاكر نفسك مين عشان تقول حاجه زي دي؟ انت مجرد زباله وما تقدرش حتى تفتحه. وعلى طول بيستخدموا كل قواهم وبيحاولوا يفتحوا الصندوق بكل الطرق بس من غير اي فايده. ساعتها الراجل العجوز بيقول لنانغون لو ممكن نفتح الصندوق مفيش قدامنا غير اننا ننقله بره مقفول لما نلاقي طريقه لفتحه. وفجاه بيظهر الشيطان صاحب قصر الشيطان قدامهم وبيقول لهم بتعملوا ايه؟ ازاي تتجرأوا تدخلوا قصري؟ وبقيت الاتنين منهم وعلى طول بيحصل معركه كبيره بين الشيطان ورجاله العيلتين، بتقتل اتنين كمان من كبار السن. ساعتها الكل بيخافوا وبتأمرهم نانغون بالخروج بسرعه من المقبره. بيجري الكل وهم مرعوبين وخايفين يكون مصيرهم زي اللي ماتوا، لكن بطلنا بيفضل واقف زي ما هو بكل هدوء وثبات، واقف يبص للشيطان اللي بيقول له انت مستني انت كمان؟ الطاقه المتراكمه هنا هتقتلك. وبتبص لنانغون ورا وبتنادي على تشانغ يخرج بسرعه، لكن تشانغ بيقول لها انا مش هخرج، انا لسه في حاجه تخصني هنا وما خدتهاش، لسه الصندوق الكنز بتاعي. نانغون بتتضايق جدا وبترد وبتقول له انت غبي، ازاي لسه بتفكر في صندوق الكنز؟ انقذ حياتك الاول. وبيجي واحد من رجالها وبيطلب منها تخرج بسرعه. ساعتها نانغون بتقول له انسى الموضوع، شكل كده مش هعرف اقنعك، وبتمشي بسرعه وبتسيبه. وبيفضل بطلنا لوحده مع الشيطان وبيقول له انت غبي فعلا، كان لازم تخاف وتهرب زي الباقيين. وبيمسك الشيطان بالصندوق وهو بيقول الراهب العجوز كان عنده حق لما قال لازم تخرج الصندوق بره وبعدها تحاول تفتحه. وانا تشانغ بيوقفه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ رايح على فين؟ الصندوق ده بتاعي. فالشيطان بيضحك وبيقول لتشانغ انت بتقول ايه؟ شكلك كده عايز تموت. قبل ما بيكمل كلامه بطلنا بياخد الصندوق منه وبيفتحه على طول. وبكل سهوله المنجم ده اتسمى بمنجم ارض الخيال لانه اتحفرت هنا قطعه من الارض الخيال، واللي قدامك دي هي دي القطعه الوحيده اللي في المنجم. ساعتها الشيطان بيكون مصدوم وبيسال نفسه ازاي تشانغ فتح الصندوق وبيهاجم بطلنا وبيحاول ياخد منه القطعه الاثريه، لكن فجاه بيظهر الفار وهو احد وحوش الخمس نجوم وبيسال مين اللي صحاه. بيقول له تشانغ انا. وهنا بيفتكر الفار ان بطلنا هو اللورد جانغ فبيركع قدامه، لكن شيطان القصر مش مبسوط خالص وكان مصدوم ان الوحش الاسطوري القديم بيركع قدام انسان. وعلى طول بيسال تشانغ الفار عن بقيه الوحوش الخمسه، لكن الفار ما بيكونش عارف خصوصا ان كان نايم لالاف السنين. بس بيقول لبطلنا اكيد موجودين في مكان هنا. والشيطان لسه عمال بينع حظه وبيقول لنفسه المصيبه دي جت منين؟ خليني اعمل نفسي ميت احسن. لكن تشانغ والفار بيقفشوه وما بيدخلش عليهم الحركه دي. وعلى طول بيقول الفار لبطلنا امني بس وانا اخلص لك على الشيطان ده حالا. ومجرد ما بيسمع الشيطان الكلمتين دول بيخافوا بسرعه، بيروح يركع هو كمان قدام رجل تشانغ اللي بيأمن نفسه احتياطي منه. وبيزرع تشانغ لعنه الحياه والموت بين حواجب الشيطان عشان ترتبط حياته وموته بافكار بطلنا، بمعنى انه بيربط حياته وموت الشيطان ده بامر منه هو بيسيطر عليه يعني. بعد كده بيأمر تشانغ الشيطان بانه يروح يتجسس على طائفه، بس ايه هي الطائفه دي؟ ده اللي هنعرفه بعدين. اما الفار بيخليه جوه المنجم فتره لحد لما يتعافى خالص. وده تشانغ هيتواصل بيه وهيقول له وقتها يعمل ايه بالظبط. بعد كده بنشوف بطلنا بيخرج اول واحد من المنجم، وده بيفاجئ الجنيه بيون وبيخليها تتسائل عن اللي حصل لهم. تشانغ بيقول لها هم هيلاقوا مصيرهم. في الوقت ده جوه المنجم بتكون العيلتين خلاص مش قادرين يتحملوا طاقه ألين، وخلطتهم نفسها اللي بتحميهم بتنكسر وبيبداوا يتخانقوا وهيموتوا خلاص. وهنا بقى بيتحول الفار لتمثال من تاني وبيظهر قدامهم فجاه، فبتضعف قوه طاقه ألين، وده اللي هم بيحسوه مجرد ظهورهم قدامهم. وعشان نبقى عارفين اكيد الفار ما عملش كده من نفسه، اكيد بامر من بطلنا تشانغ اللي حب ينقذهم ويديهم فرصه ثانيه. بعد كده بيفكر واحد منهم ياخد التمثال معاه عشان يحميه لحد لما يخرجوا خالص من المنجم، بما ان طاقه ألين بتختفي في وجود التماثيل الحجريه. لكن نانغون بترفض وبتربط كلمات السر الاربعه اللي كان قالهم تشانغ قبل كده بزور تمثال الفار، وانها لو عايزه يظهر فكل اللي عليها انها تقول كلمات السر الاربعه بس. وفعلا لما بتعمل نانغون كده كل لما بيحسوه بتقوي طاقه ألين لحد لما بيخرجوا على خير. ده كله وهي
عماله تسال نفسها عن تشانغ وقوته الحقيقيه ايه بالظبط. بعد كده بره المنجم بتشوف تشانغ بيساعد الجنيه بيون تتخلص من الفعل السيء والشرور اللي اتصابت بيها بسبب نوايا البشر السيئه زي ما كان وعدها. وفعلا بينجح تشانغ في ده وبيفوا بعضه تماما. وهنا الجنيه بيون بتعتذر منه على سوء ظنها بيه وبتوعده هي بقى انها تخلصه من عيله ليه خالص. بنشوفها بتقول له انا مدينه ليك بمعروف ازاله الفعل السيء عني. لكن تشانغ بيرد رد غريب جدا وبيقول لها لا انت مدينه ليه اكتر من كده بكتير. هي بترجع وبتقول له انت بتقول ايه مش فاهمه قصدك. وعطول تشانغ بيقول لها دلوقتي انت روحك وقوتك كلها اتدمرت بسبب الفعل السيء فبيساعدها تستعيد قوتها وروحها من تاني. وبعدها بيمشي وبيسيبها وهو بيقول لها هنتقابل من تاني اكيد. والجنيه بيون بتقف تفكر في قد ايه تشانغ نبيل وازاي هو ساعدها من غير اي مقابل وبتقول عنه انه شخص غامض فعلا. بعد كده بنشوف تشانغ بيعمل تكوين وبيحاول بمساعده القطع الاثريه اللي خدها من الصندوق ان يرجع لجسمه الخالد كل قوته. في الوقت ده بنشوف تشانغ بيخرج قبل الباقيين لانه كان خبى بعض الحبوب السحريه اللي بتخليه يقدر يقاوم قوه طاقه ألين. ولما بيخرج من منغم بيلاقي اخوه في انتظاره وبيديه سيف الشمس الحمراء هو احد الاسلحه الرئيسيه لعيله تشانغ من كنوز العيله يعني. فبتدوله وبيطلب منه يروح تقييم متاهه الاوقات الصعبه وقتها ممكن بمساعده السيف يحصل على تقييم اعلى وتتوسع قوه عيله تشانغ. بعد كده تشانغ بيشوف بطلنا فبيحاول يهجم عليه ويقتله وهو جوه التكوين بسيف الشمس الحمراء. لكن الطاقه المنبعثه من جسم تشانغ الخالد بتدمر سيفه الخالد وبتقتله هو كمان. اول ما بيشوف اخو تشانغ اللي بيحصل في اخوه بيروح لتشانغ على طول وبيعوز يقتله زي ما قتل اخوه لكنه بيتفاجئ بانه اختفى اصلا. ساعتها بيتضايق جدا وبيقول انا مش هسيبك وبيبدا تقييم المتاهه واللي بيكون الخطوه الثانيه للقبول في طائفه شوان زونج بعد احضار بلورات الكريستال. وبيحضر الكل الا تشانغ. تفتكر نانجون ان تشانغ لسه محتاس في قصر الشيطان جوه لكن هي والكل بيتفاجئوا بتشانغ اللي بيجي وبيشارك في التقييم اللي بيبدا بمتاهه الملك الفوضوي. بعد كده بنشوف اخو تشانغ بيروح لتشانغ وبيحاول يوقف التقييم عشان يقتل تشانغ وينتقم لموت اخوه. لكن المسؤولين عن التقييم بياكدوا له ان تشانغ مؤهلاته الضعيفه مش هيخرج خالص من المتاهه وهيموت جواها. وبيصبر اخو تشانغ ولو انه ما بيكونش مقتنع اصلا بكل الكلام ده وبيفاجئ بطلنا كله بيخرج من المتاهه بس بعد ربع ساعه من دخوله باستخدام قوه جسم الخالد اللي بيقدر يتجاوز كل جدران المتاهه. بعد ما بيخرج تشانغ من المتاهه بيفضل قاعد قدام الحجر المقدس لمده يومين على ما بيخرج الباقيين من المتاهه وبتخرج نانجون اول واحده بعده. وهنا بيفاجئ تشانغ الكل بتصرف غريب جدا وهو انه بيبدا يتسلق الحجر المقدس. في الوقت ده الكل بيكونوا شايفين ان رين مجرد شخص مجنون وبيقولوا ازاي اتجرأ وتسلق الحجر المقدس. وهنا بيجي اخو تشانغ وبيحاول ينتقم لاخوه لكن المسؤولين عن التنظيم بيرفضوا لان ده في خرق للقواعد وقوانين التنظيم خصوصا ان كبيرهم الشيخ الاكبر موجود وما ينفعش يسمح بده يحصل. بالمناسبه يا جماعه انا غيرت الاسم بتاع البطل من تشانغ لرين لان طبعا في ناس كتير بتتلخبط بين تشانغ وتشانغ في فرق. عشان اسهل عليكم فغيرت اسم البطل خليته رين. يلا بينا نكمل. لكن اخو تشانغ بيقدر يقنعهم ان اللي بيعمله رين في تدنيس للحجر المقدس ولو قتل وقتها هيكون شيء عادي لان هيكون بيحمي المكان المقدس من رين اللي بيدنسه برجله وهيقولوا ان حاول يطرده فقتله بالغلط. كمان بيهددهم انه هيبلغ الشيخ العظيم باللي بيحصل في وجودهم لو ما سابوهوش يقتل رين. وقتها بيخاف المسؤولين عن التقييم وبيوافقوا على طول وبيقولوا له واحنا هنشهد معاك اكيد انك عملت كل ده عشان مصلحه الطائفه. فعلا بيروح اخو تشانغ بسرعه رين وبيهاجمه لكن الحجر المقدس هو اللي بيرد هجومه وبيبعده بعيد جدا عن الارض. في اللحظه دي الكل بيكونوا مصدومين من رده فعل الحجر المقدس اللي فضل ساكت طول السنين دي كلها وبيتسالوا ايه اللي بيحصل ده وازاي ممكن الحجر المقدس يساعد الراجل اللي دنسه. اما اخو تشانغ فبيقوم من على الارض ولسه بيتوجع من قوه الضربه وبيسال نفسه نفس سؤال الكل وكمان بيقول معقول يكون الحجر المقدس مش مجرد حجر عادي. في الوقت ده بيوصل الشيخ العظيم والكل بيحكي له عن اللي حصل من شويه. ساعتها الشيخ العظيم نفسه بيكون مستغرب وبيقول اللي حصل ده فعلا شيء غريب جدا. وعلى طول بنشوف رين بيوصل لقمه الحجر المقدس وبيبدا يستخدم عصا ضرب الثعبان واللي بتمثل الروح المقدس عشان يفتح كهف في شنغهاي ويصح الطاوي المقدس ويقدر يقوي روحه ويستخدمها بشكل اسرع وافضل. فالكل بيشاور على رين وبيقولوا فعلا اللي بيعمله الشخص ده في اهانه كبيره لحجرنا المقدس. وانا الشيخ العظيم بيستخدم قوته وبيأيد رين بالاغلال وبينزله من على قمه الحجر المقدس. بيحاول يفهم منه هو بيعمل ايه بالظبط ورين بيحاول يشرح لهم انه بيستخدم عصا ضرب الثعبان واللي هي ملكه لفتح كهف شنغهاي. ساعتها بيتريقوا عليه وبيستهزئوا بيه لكن الشيخ العظيم بيفهم اللي قاله رين وبيقول لنفسه وفقا لسجلات الطائفه فعصا ضرب الثعبان هي نفسها الحجر المقدس زمان يعني اسم الحجر المقدس زمان كان هو عصا ضرب الثعبان. وعلى طول بيقول الشيخ العظيم لرين لو فعلا عايز تصحي الطاوي المقدس فده هيكون انجاز كبير جدا. بيطلب من رين يروح معاه وتاخد تشانغ والكل بيكونوا مصدومين ومستغربين قوي من ردة فعل الشيخ العظيم مع رين بدل ما يبهدله ويعاقبه بيمدح فيه وفي اللي بيعمله. وبتشوف اخو تشانغ هيموت من غيظه وكل اللي عمله هيضيع على الفاضي ومش هيقدر يحقق انتقامه من رين. اما مسؤولين عن التقييم فبيتهموا رين بانه غشاش بعد دخوله متاهه تقييم الاوقات الصعبه وقدر يخرج منها في اقل من ربع ساعه بس ودي حاجه مستحيل تحصل. وهنا الشيخ العظيم بيسالهم لو عندهم اي دليل على اللي بيقولوه عن رين وبيكون مستغرب جدا ازاي ممكن يخرج من متاهه الفوضى في اقل من ربع ساعه المفروض اقل حاجه يخرج بعد يومين. وفي اللحظه دي رين بيتحداهم كلهم وبيقرر يدخل المتاهه من تاني وبيقول
لهم اتحداكم انكم على ما توصلوا لمخرج المتاهه هكون انا مستنيكم قدامها بره بس في اقل من ربع ساعه. في اللحظه دي اخو تشانغ بيقول لنفسه انا لازم اتصرف واعمل اي حاجه قبل ما يقدر الشخص ده يحقق هدفه. لازم اقتله واخلص منه بسرعه وانتقم منه لقتل اخويا. جه الوقت عشان استعين بكتاب الموت. المهم بيدخل رين المتاهه وهم بيستخدموا قوتهم وبيطيروا لمخرج المتاهه، وعلى ما يوصلوا فعلا هناك بيتفاجئوا بان رين خرج من المتاهه فعلا قبل وصولهم وكمان واقف مستنيهم. وانا الشيخ العظيم بيقول وهو مذهول لو ما كنتش شفته بعيني ما كنتش هصدق، فعلا ده شيء عظيم جدا. اخو تشانغ بيقول ده اكيد مش شخص عادي عشان يعمل كل ده، وبيضيف في سره هانت خلاص وكتاب الموت هيعمل الواجب وزياده مع المخادع والغشاش ده. في الوقت ده احد المسؤولين عن التقييم بيقول في سره الشيخ العظيم اتعرض لحادث غريب في الفتره الاخيره في منجم عظام ارض الخيال، من وقتها مش عارف يدخل كهف شنغهاي واكيد هيلاقيها فرصه ويخلي رين يفتح الكهف عشان يستفيد هو كمان. وفعلا الشيخ العظيم بيأمرهم ما يقربوش من رين وبيسيبوه يفتح الكهف في شنغهاي، وبيحاول اخو تشانغ يقنعه يغير قراره. لكن فجاه بيجي العم الرابع لاخو تشانغ وبيقول لي ابن اخوه قواعد الشيخ العظيم ما ينفعش تخالفها ابدا، القواعد قواعد. وقتها الشيخ العظيم بيرد وبيقول كويس قوي الكلام ده، من زمان وعيله الشنغ بتحب تستفيد ودي فرصه كويسه للكل. وبيبص لرين وبيساله اذا كان معاه بلورات الكريستال، فبيرد رين لحظه بس وهيكونوا قدامك، وبيستخدم قوته وبيستحضر كمثال اللوحه الحجريه اللي كانت في منجم ارض الخيال. ساعتها بيصر احد الشيوخ المسؤولين عن التقييم انه يفحصها بحكم مكانته، مجرد ما بيمسكها بتطلع طاقه الين منها، فبيرميها الشيخ بسرعه وبيزعق وبيقول لرين وهو بيتخنق انت عايز تموتني ولا ايه؟ وان رين بيرد عليه انا مش قلت لك اصبر قدامك حاجه مش عارف ايه هي بتمسكها ليه؟ بتنرفز العم الرابع وبيقول لرين ازاي تستخدم قدراتك لقتل غيرك. لكن الشيخ العظيم كان ليه راي تاني وبيطلب من العم الرابع انه يصبر شويه، بعدها بيطلب من رين يفسر ليهم اللي بيحصل بالظبط. فبيرد رين وبيقول ده مش طاقه الين، ده الجوهر اللي بين الدهب والحجر، ودي مجرد هديه عظيمه لطائفه شوان زونج زي ما قلت لك. ساعتها كلهم بيتريقوا على كلام رين وبيقولوا له دي نكته بجد، وبيطلبوا من الشيخ العظيم ما يصدقهوش وما يحاولش يقتنع بكلامه. وبيقول العم الرابع الحقيقه قدام عينيا الشخص ده ما يستحقش يكون تلميذ في طائفه شوان زونج. لكن الشيخ العظيم بكل صرامه بيقول لهم مش انتوا اللي في ايديكم تقرروا. فبيرد العم الرابع وبيقول له حتى لو قرار في ايدك انت مش لازم تكسر القواعد. فبيرد الشيخ العظيم وبيقول له مين قالك اللي ما اثبتش جدارته في طائفه شوان زونج؟ بس الكلام ده ما بيعجبش عم تشانغ، وعلى طول بيقول للشيخ العظيم ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتضيع وقتك ووقتنا على شخص ما يستحقش انك تحميه. وانا الشيخ العظيم بيقطع الكلام مع الراجل، وده بيخلي العم الرابع يجيب اخره وبيقولها صراحه قدام الكل انا هقتله. وعلى طول بنشوف العم الرابع بيستخدم قوته وبيهاجم الشيخ العظيم، والاثنين بيبداوا يتقاتلوا، كل واحد فيهم عايز التاني يخضع له لان مش هيسكت ومش هيفضل واقف يتفرج على الخناقه اللي حصلت بسببه. على طول بيجرب قوه الروح اللي خدها من شويه وبيسيطر على الشيخين التانيين وبيخليهم يهاجموا اخو تشانغ. رين قرر يضرب عصفورين بحجر واحد، يعلم الشيوخ اللي كانوا متفقين عليه مع اخو تشانغ وتخلص من اخو تشانغ قبل ما هو يخلص عليه. وبعدها بيستخدم قوته وبيسيطر على اخو تشانغ وبيخليه يركع قدامه، كمان بيزقه قدام عمه وهو بيتقاتل مع الشيخ العظيم فبقى عمه على الارض. ممكن نقول ان رين عمال يلعب بيهم ويحركهم زي العرايس اللعبه. بعد كده بنشوف الشيخ العظيم بيقول لرين لما موافق تكون تلميذي هاخدك على طول لطائفه شوان زونج وتكون تلميذ مباشر فيها. لكن رين بيرفض عرضه، وانا الشيخ العظيم بيتفاجئ وزعلان جدا. مش بس كده، عم تشانغ بيصطاد في الماء العكره وبيضحك جدا وبيقول له مش ده اللي كنت بتحميه؟ ده حتى مش مقدرك ولا مقدر اللي كنت بتعمله علشانه، لو قتلت المجنون ده كان احسن ليك، كان زماننا كلنا مبسوطين ومرتاحين دلوقتي. في اللحظه دي الشيخ العظيم بيرجع يسال رين تاني وكانه مش عايز يصدق اللي بيسمعه، لكن رين بياكد له ان سمع صح وان قراره ده في مصلحه الكل. وانا الشيخ العظيم بيرضى بالامر الواقع وبيقول له على العموم انا شفت ادائك وقدراتك وانت قدرت تكون تلميذ في طائفه شوان زونج حتى لو مش تلميذي انا، بس لازم تيجي معايا دلوقتي لان لو فضلت هنا هتترفض في التقييم. وعلى طول بياخد الشيخ العظيم رين معاه لطائفه شوان زونج، وداخل طائفه شوان زونج بعد كده بنشوف الشيخ العظيم ورين بيتمشوا سوا جوه الطائفه، والشيخ العظيم بيسال رين بينهم وبين بعض ازاي عديت اختبار المتاهه في ربع ساعه، ولا الموضوع له علاقه بقوه الجدار المقدس. لكن رين بيحرجه وبيقول له مش لازم تعرف دلوقتي هقول لك بعدين. وقتها الشيخ العظيم بيزعق لرين وبيقول له انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ازاي تتكلم كده مع شيخ كبير في سني؟ انا بجد مش قادر افهم انت جايب الثقه والجرأه دي كلها منين؟ على العموم انا مش عايز اعرف، بس قول لي ايه اللي جابك لطائفه شوان زونج؟ رين مش فارق معاه احترام ولا اي حاجه من دي، وبقول للشيخ العظيم بكل قله ذوق انت مش هتعرف تديني اللي انا عايزه، اللي عايزه لا يمكن حد يديهولي، لازم استعيده بنفسي. ايه يا عم رين اللي انت بتعمله ده الشيخ العظيم اللي الكل بيخاف منه، بس انت رين برضه صاحب القوه الروحيه اللي متوزعه على العالم كله. وده الشيخ العظيم بيتصدم من تاني بسبب رد رين الغريب، وبيحاول يفرض نفسه وسيطرته على رين، وبيقول له ان هو اللي في ايده ان يخلي رين موجود في الطائفه او يمشيه. لكن على مين؟ رين بيرد عليه بكل قوه وبيقول له انا ما يهمنيش تقبل او ترفض، شوان زونج دي مجرد خطواتي الاولى، كده كده انا مش ناوي افضل فيها كتير. وده الشيخ العظيم مش بيلاقي غير انه يظهر الاحترام لبطلنا اللي خسف جابته كذا مره قبل كده، وبيقول لنفسه ما بداش بقى، خلينا احترمه لما نشوف اخرته
اخرتها معايا. وعلى طول الشيخ العظيم بيقول لرين مع احترامي ليك بس لازم تبطل التكبر اللي انت فيه ده شويه، على الاقل لحد لما قوتك تزيد اكتر، وبعدها اعمل اللي انت عايزه، اسمع نصيحه شيخ كبير زيي. لكن رين بيرد عليه بكل جراءه وبيقول له ما تحاولش تقول لي الكلمتين دول تاني. ده الشيخ العظيم بيخاف منه وبيقول له ماشي. اكتشاف العالم السري. بعد كده رين بياخد باله من مكان غريب في الطائفه وبيسال الشيخ عنه. الشيخ بيرد وبيقول له ده اعظم مكان فيه قوه روحيه في الطائفه، وكمان هو المكان ده اللي الكل بيتدرب فيه عشان يزودوا قوتهم الروحيه. المكان ده معروف جدا بالعالم السري ذو اللون الازرق او العالم السماء الازرق. فجاه بتظهر باي بتشوف رين وبتنادى عليه بصوت عالي جدا. الشيخ العظيم بيقول لرين احنا اختبرناها وقدراتها طلعت اقل من المستوى المطلوب، وبقى مكان التلميذ المجد فاضي، بس اهم حاجه خلي بالك من كلامك تاني. في الوقت ده بيظهر نائب رئيس الطائفه وبيتكلم مع رين بكل تكبر وثقه. رين مش بيسكت وبيرد عليه بنفس الاسلوب بتاعه، وما بيخليش له فرصه النائب الرئيس يتفوق عليه بالكلام. وده الشيخ العظيم بيقول لنفسه تاني امال لو مش لسه قايل له حالا انه مفكره. نائب الرئيس بيزعق وبيقول لرين بجديه انت ازاي بتتكلم بالوقاحه دي معايا؟ انا لو قتلتك دلوقتي مش هيكون في ظلم ليك، انت تستحق القتل، بس انا هسامحك المره دي بس عشان خاطر الشيخ العظيم، وهكتفي بتخفيض رتبتك كتلميذ تأديبي. وقبل ما بيمشي نائب الرئيس بيقول بكل احتقار مجرد شخص مجنون. الشيخ العظيم بيشعر بالارتياح لان الازمه عدت بدون خسائر كبيره. بيقول في سره لازم رين يخف شويه من طريقته دي، لكن مين يسكت؟ رين بيكملها بيقول لباي بكل ثقه خلال شهر واحد بس هكون رئيس الضباط السماويين، دي رتبه محدش سهل يوصل لها. كلامه بيوصل لنائب الرئيس اللي بيزعق وبيقول للشيخ العظيم المرات دي بقى لا يمكن تنقذ التلميذ ده مني ابدا مهما حصل. بيتوسل باي والشيخ العظيم لنائب الرئيس عشان يسامح رين، لكنه بيرفض لحد ما بيعرف بالانجاز اللي عمله رين في الحجر المقدس. وقتها نائب الرئيس بيقرر يسامحه لكن هيعاقبه بكل شده، هتبقى في خدمه المرافق يعني حمامات وتنظيف وغيره، ده تأديبا ليك عشان تبطل تتعالى على غيرك. رين بيقبل العقوبه وفعلا بيروح لخدمه المرافق، وهناك بيتعرض لأسوأ معامله ممكنه. الست العجوز اللي بتكنس الارض بشهامتها بتحاول تساعده وبتديله من اكلها البسيط، لكن المراقب المسؤول عن رين بيزعق لها وبيرمي الطبق الاكل من ايديها على الارض. مش بس كده، بيقوم رين ينظف 20 حمام من غير اكل ولا شرب، كمان بيحاول يذله قدام الكل. بنشوف رين بيمنع رئيسه في الشغل اللي هو ليه من انه يدخل ينام، فبيكون الراجل مستغرب جدا من كلام رين وبيقول له ازاي تتكلم معاه بالطريقه دي، وبعدين مين اللي هيقدر يمنعني يعني؟ ساعتها رين بيهزه وبيقول له واحد زيك ما يستحقش اصلا انه يدخل المعبد الملون. وعشان نبقى عارفين المعبد الملون ده كان اسم غرفه المرافق زمان، وكانت مكان مقدس جدا وهو كان انسب مكان للزراعه، لكن دلوقتي بقى مجرد مكان قذر للحمامات وبقيه المرافق. وعلى طول بيكسر رين كلام ليو، وكمان بيقوم الست العجوز اللي كان امرها ليو تمسح الارض لمجرد انها حاولت تساعد بطلنا وتديله الاكل. كل ده بينرفز ليو وعلى طول بيهاجم بطلنا وبيحاول يضرب رين على وشه علشان يهينه قدام بقيه العمال اللي كانوا واقفين مبسوطين، وبيقولوا دلوقتي ليو هيفرمه، ده معروف بالنمر اللي قوته الجباره، بس يضرب مين ده بيحلم. في اللحظه دي رين بيسبقه وبيديه هو بالقلم وبيقول له ازاي تقارن نفسك بيا، من هنا ورايح انا المسؤول. هنا بيحاول يعترض ليو لكن رين بيرجع يضربه تاني، بس المره دي برجله وبيرميه بعيد جدا، وبيقوم ليو وهو مذلول وبيعيط مفيش اعتراض. بعد كده بتشكر الست العجوز رين على معاملته الطيبه ليها، وبتقول له انت اول واحد يكلمني كويس هنا ويدافع عني، وانا رين بيوعدها انه هيساعدها تقوي زراعتها، وبيوعدها كمان ان الكل هيتكلم معاه بعد كده باحترام. وبنشوف رين بيأمر وبيتأمر على الكل في غرفه الخدمات. بعد كده بنشوف رين بيقابل نان غونغ من تاني، هي واتنين من تلاميذ النخبه في طائفه شوان زونج، واول ما بيشوف رين بيعرفوه وبياخدوه تريقه وبيذلوا فيه لوجوده في مكان قذر زي غرفه الخدمات. اما نان غون فبتكون مش مصدقه ان رين بقدراته الكبيره دي يكون في احقر واقل مكان في الطائفه. المهم طبعا وزي ما اتعودنا رين يسكت لا ابدا، بيتيح فيهم كلهم. وقتها نان غون بتحاول تلم الموضوع وبتنصح رين يعتذر لهم ويمشي على طول، لكن رين مش بياخد بالنصيحه بتاعتها وعلى طول بيطلب منهم انهم يركعوا قدامه ويعتذروا له كمان. وقتها التلاميذ دول بيزعقوا جدا وبيغضبوا ازاي تلميذ من غرفه المرافق يهين تلاميذ النخبه، وعلى طول بيتجمعوا على بطلنا وبيهاجموه، لكن بطلنا يمسك ايديهم ولسه هيعمل معاهم الصح ويعلمهم الادب. بتجري نان غون عليه وبتطلب منه يستنى وبتقول له صدقني انا عايزه مصلحتك دول تلاميذ النخبه، ولو ضربتهم او تعديت عليهم فده بمثابه خطيئه كبيره جدا. ساعتها رين بيقول لها لو انت فعلا بتدوري على مصلحتي انا كنت قلت لهم من الاول يبطلوا يضايقوني، للاسف يا نان غون انت اخترت غلط، وبيديها ظهره. على طول بياخد رين الست العجوز وبيمشي، ونان غون بتسال نفسها يا ترى انا فعلا اخترت غلط. في الوقت ده الاتنين دول بيقرروا يروحوا الاخت الكبرى جانغ، وهي التلميذ رقم 1 في الطائفه، عشان يقولوا لها على رين واهانته ليهم ومحاولته لضربهم كمان، وبيقولوا لنان غون انهم هيقدموها للاخت الكبرى جانغ. وهنا كلامهم ده بيخدع نان غون وبترد تقول انا اخترت صح وبعدين انت اللي غلطت في الاول. بعد كده بتاخد الست العجوز رين وبتفرجوا على الطائفه وكنوزها واماكنها. بيوصل بطلنا في الاول للتمثال الحجري للبطريق تيان شانغ، واللي كان مجرد شخص ولا ليه اي لازمه. في الوقت ده بيجي الحامي تشانغ واحد افراد عيله تشانغ المسؤول عن حمايه التماثيل الحجريه في طائفه شوان زونج، وبيقول
بيقول لرين ازاي واقف قدام تمثال البطريق تيان شانغ من غير ما تركع وتعبده. وهنا الست العجوز بتنبه رين عشان ياخد باله من كلامه مع الحامي، وخصوصا انها سمعت عن اهانته لواحد من العيله دي. فيسكت بقى بطلنا، لا ازاي ده الامبراطور رين. وعلى طول بيدي ظهره للحامي وبينادي على الست العجوز عشان يمشوا من غير ما يعبر الحامي ده، وده بيخلي الحامي يتعصب جدا وبيزعق وبيتضايق وبيقول ايه قله الاحترام دي. وقتها رين بيكمل الطين بله وبيغلط في الحامي وعيله الشنغ كلها وبيقول له انت وعيلتك كلها ولا تفرقوا معايا خالص. ساعتها الحامي بيجيب اخره منه وبيقول له اللي بتعمله ده جريمه خطيره وكفايه بقى لحد هنا، ولو ما ركعتش حالا للبطريق ده مش هرحمك. وفجاه بينهار تمثال البطريق وبيقع على الحامي بتاعه اللي بيترمى على الارض وهو متبهدل على الاخر. بعد كده بيوصل بطلنا والست العجوز لوادي تيانجو، وده اخطر مكان في الطائفه كلها واتعدمت الحياه عليه من سنين طويله، واللي بيدخله لا يمكن يخرج منه ابدا لدرجه انه اتعرف بوادي الموت. بيقرر بطلنا يدخل الوادي ده، كان الست العجوز بتحاول تحذره لكن رين مش بيهمه وبيدخل برضه. بيدخل رين باستخدام قوته وبيمنح الست العجوز قوه عشان تطمن وما تخافش. بعد كده بيوصل تلاميذ النخبه اللي اتخانقوا مع بطلنا من شويه ومعاهم الاخت الكبرى جيانغ، وبيسالوا الست العجوز عن رين. ولما بيعرفوا انه دخل فعلا وادي تانجون بيقولوا مشوارنا خلاص راح على الفاضي، الراجل ده شكله بيدور على الموت، خليه بقى يموت جوه الوادي لوحده. هم بيضحكوا. بتسالهم نانغونغ عن الوادي وبيقولوا لها ان حتى نائب الرئيس بقوته اللي ملهاش حدود ما يقدرش يفضل جوه الوادي ده اكتر من ربع ساعه. مجرد ما بتسمع نانغونغ الكلام ده بتقول في سرها انا كنت حاطه عليك امل كبير بس انت متعجرف جدا ودلوقتي اتاكدت اكتر اني اخترت صح. في الوقت ده بنشوف رين جوه الوادي وبيلاقي كتير من احجار الكريستال الملونه، وبعد كده بنشوف التلاميذ دول ونانغونغ معاهم بيقرروا يمشوا، وقبل ما بيمشوا بينصحوا الست العجوز تمشي هي كمان وما تستناش اكتر من كده لان اللي مستنياه مش هيخرج خالص. لكنها ما بتصدقهمش وبتقول السيد وعدني انه يخرج اكيد. ساعتها هما بيتريقوا وبيقولوا لها شكلك كده تقصدي جثته. قبل ما بيخلصوا كلامهم فجاه بيخرج رين من الوادي وهو سليم. ساعتها بيكونوا مصدومين جدا لكن واحد منهم بيقول مش معقول، اكيد في حاجه غلط، اكيد هو بيحاول بس يتظاهر ان قوته زي ما هي. بيطلبوا من جيانج تتصرف معاه بعد اللي عمله معاهم. اول ما جيانج بتشوف رين بتضرب الاتنين التانيين بالقلم على وشهم وبتقول لهم اكيد انتوا اللي غلطتوا فيه، انتوا عارفين هو مين ده. وبيطلع ان الاخت الكبرى جيانج عارفه رين، وعلى طول بتاخد جيانج رين وبيمشوا. وقبل ما بيمشوا رين وجيانج بيقولوا لنانغونغ انها ما عرفتش تختار صح. بتقف نانغونغ ندمانه على تصرفها الغبي مع رين وبتقول ازاي ما حسبتهاش صح، لكن الاتنين الاغبياء اللي اختارتهم نانغونغ بيتضايقوا. وقتها بيفكروا ان الاخت الكبرى دي مفيش في ايديها حاجه وانهم لازم يستعينوا بعيله شانغ وقوتهم، وخصوصا مع عداوتهم الكبيره مع رين وكرههم الكبير ليه. بعد كده بتعرض جيانج على معلمها ينقله من غرفه الخدم ويخليه كمان تلميذ اساسي ليه، لكن رين بيقول لها مفيش داعي، انا هكون الضابط السماوي الرئيسي بس في خلال شهر. ساعتها جيانج بتكون متفاجئه وبتقول لرين وهي متحمسه وانا هستنى اشوف ده. بعد كده بنروح لغرفه الخدمات وبنشوف هونغ، وده بقى اللي فوق ليو واللي كان موصي ليو بمعامله رين باسوأ طريقه. بيروح يطمن على تنفيذ ليو لاوامره لكنه بيتفاجئ ان ليو بيقول له ان رين بقى الكل في الكل هنا وهو اللي بيدير المكان. في الوقت ده بيجي رين وبيحاول هونغ يعمل فخ قدامه، وعلى طول بيقوم رين يركع قدامه، لكن على مين؟ رين بيعمل نفس اللي عمله مع ليو بالظبط وبيذله وبيضربه، بس المره دي مش بايده، بايد الست العجوزه بعد ما منحها قوه كبيره جدا تقدر تقاتل وتدافع عن نفسها. واول ما ليو واللي معاه بيشوفوا اللي بيحصل من هوانغ كمان بيخافوا اكتر من قوه رين. بعد كده بنشوف الشيخ الاعلى بيعرف باللي حصل وتدمير تمثال البطريق تيان من الحامد شان. ساعتها بيندم مع انه ما حطش حد للتهذيب رين من الاول بدل المشاكل اللي بيعملها دلوقتي. بعدها بنشوف الكل في غرفه الخدمات بينضفوا وبيعملوا شغلهم بكل جديه على ما بطلنا يصحى من النوم. لما بيصحى رين بيأمر ليو يروح وادي تانجو ويجيب له احجار الكريستالات الملونه. بنشوف ليو بيكون متفاجئ ومصدوم وبيخاف جدا ازاي هيروح للموت برجليه وبيبدا يعيط. ساعتها رين بيقول له ما تقلقش، انا معقول هوديك للموت برجليك، الست العجوزه هتعلمك تعويذه سحريه هتخليك تدخل وتخرج من الوادي من غير ما يحصل لك اي حاجه. وقتها بيطمن ليو بيوافق على طول انه يروح وادي تانجو وبيقبل بمهمه رين. وفجاه بيجي الشيخ الاعلى لرين وبيأمره يروح معاه، لكن بطلنا كعادته وما بيعبرش حد وبيقول له عايز ايه، انا مش فاضي ليك دلوقتي. ساعتها ليو بيستغرب من كلام رين وبيقول له انت بتقول ايه بس، ده الشيخ الاعلى. فبيرجع رين يقول له انا ما بروحش مع حد، لو فعلا عايز تتكلم معايا يبقى هنا في بيتي. ساعتها بيغضب جدا الشيخ الاعلى وبيقول لرين ازاي واد صغير زيك يتحدى قوتي، لكن رين ما بيسيبلوش فرصه، بيوجه له ضربه بتخليه يهرب زي الجبان بسرعه. وقتها بيصرخ ليو مستغرب من جرأة رين اللي ملهاش حدود، لكن رين بيقول له انت هنا لسه ما رحتش ليه الوادي زي ما قلت لك. بيفضل العمال الموجودين في غرفه الخدم يتكلموا عن الموضوع مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد اهانه رين للشيخ الاعلى، لكن بيرجعوا يقولوا احنا ملناش دعوه. في الوقت نفسه بنشوف الشيخ الاعلى بعد ما بيهرب مصدوم من اللي حصل له على ايد مجرد تلميذ، وبيسأل نفسه عن سبب تخطي رين لكل الحدود واهانته للاعلى منه بكتير. بيوصف رين انه متعجرف جدا وقوي، بيؤمر الحامد شانغ انه يروح يقبض عليه. بعد كده بينقل ليه واتنين معاه كل احجار الكريستال الملونه، وكمان بتيجي باي لغرفه الخدم عشان تزور رين وتديله شويه من الكنوز اللي منحوها ليها في الطائفه، لكن رين بيرفض ياخدها وبيقول لها خليها لك انت محتاجاها اكتر مني. وعلى طول بيقول رين انا هرجع
المعبد الملون قوته ومجده من تاني، وبيستخدم رين قوته وكمان احجار الكريستال الملونه وبينشرها في المعبد الملون، فبيتحول المكان كله لمكان مليان بالطاقه الروحيه. وبعدها بيجي الحامي علشان يمسك رين، لكن رين بيضربه وبيخبطه في الحيطه جنب هوان، وبتبدا بقى تتدرب وتستفيد من الطاقه الروحيه اللي ماليه المكان. في وقت نفسه بنشوف الشيخ الاعلى من بعيد في كهفه، بيشوف غرفه الخادمات بتتوهج بيخرج منها ضوء عالي جدا، بيكون متفاجئ وبيقول لنفسه ايه اللي ممكن يكون بيحصل هناك. بعدين الحامي تشانغ راح هناك ولسه مرجعش لحد دلوقتي، وبعدها بيروح الشيخ الاعلى لرين، ولما بيوصل بيلاقي الحامي مرمي على الحيطه. ساعتها بيزعق وبتظهر قوه اليشم بتاعته الجباره واللي لا يمكن حد يقدر يقف قصادها، وبيهجم بيها على رين اللي بيقدر يبعد القوه دي عنه. وده الشيخ الاعلى بيكون مبهور برين وبيعرض عليه يكون تلميذه، ودي حاجه مش سهله، مش اي حد ممكن يكون تلميذ الشيخ الاعلى اللي ما خدش حد تلميذ ليه من اكتر من 100 سنه. بس زي ما كلنا متوقعين بيرفض برضه، وبيعرض عليه هو ياخد باي تلميذ ليه، وبينادي الشيخ الاعلى بالعجوز، وده بيخلي الشيخ الاعلى يشيط على الاخر. ازاي شخص زي رين يتجرأ ويهين الشيخ الاعلى وكمان يقول له اللي المفروض يعمله؟ وعلى طول بيدي رين ظهره للشيخ الاعلى وهو بيقول له تعالى ورايا، عايز اقول لك على كام حاجه كده. وبيخش رين جوه وبيروح الشيخ الاعلى وراه وهو متضايق جدا من رين، بس بيحاول يهدي نفسه وبيقول خليني معاه للاخر. وجوه المعبد الملون بيقعد رين قدام الشيخ الاعلى من غير احترام خالص، وقتها بيتضايق الشيخ جدا تاني بيحاول يهاجم رين بكل قوته، لكن رين برضه بيمنعه. مش بس كده، ده هو كمان اللي بيهاجم الشيخ الاعلى بالطاقه الارجوانيه وبيحاصره بيها، ما بيقدرش الشيخ الاعلى يتحرك خالص. وفجاه بيظهر القديس البطريق ورا رين. ساعتها الشيخ الاعلى ما بيصدقش اللي هو شايفه بعينه، فيا ترى ايه اللي ممكن رين يعمله ويسيطر ويكون الضابط السماوي بعد شهر فعلا، وتكون ليه الكلمه الاولى في طائفه شوانزونج؟ وايه اللي ممكن يحصل بعدين؟ ده اللي هنشوفه في الاجزاء القادمه باذن الله. اشوفكم على خير في الاجزاء القادمه.